مع محمود سعد ان ازاي انك بتحط المنديل زي انا بس اللي احط المنديل، وكان مش مهم. انا بعتقد انها لقيت انما كان ليها دور، يعني لقيت فكره التوريث هوى في نفسها. وانه انها تظل السيده الاولى ابد الدهر. لانه خلي بالك انك انت كنت عايز تقفل سداده ما جرى في 30 سنه، مش بس من فساد، ومش بس من تعذيب، ومش بس من قهر، ومش بس من تخلف، انت من اصابه ثقه تامين يعني. لانه شوف، احنا اتعودنا في مصر على اننا نكشف الحسابات دايما متاخره. عندنا سريه حسابات دائما بعد الرحيل. دائما بعد الرحيل. هي كانت مدركه باستمرار انه اللي جرى من اشياء كثيره جدا حدثت، او اشياء كثيره جدا تكونت او تراكمت او جرى الفوز بها، هيجي يوم يعني جرت فتح ملفات عبد الناصر في قضيه الحريات والحاجات، ولم يستطع احد ان يصيب ذمته بالقطع، يعني بايحاء من انور السادات. وجرت عمليه مواجهه عائله السادات بايحاء من حسني مبارك. فهذا امر ليه؟ هي عارفه ده، لانك انت بتتكلم على ايه باستمرار؟ انت ما عندكش الحاكم في مصر، ما عندوش عندما يدخل قصر الحكم لاول مره ما عندوش اي مرجعيه حقيقيه تؤهله ان نصدقه او نفهمه او نستوعبه. فبتكون نتيجه ايه؟ مكاسبك كلها عباره عن ايه؟ انك تنقض ما قبلك. دي العاده الفرعونيه. ودي العاده السؤال الفرعونيه. الاخير، اين حبيب العدلي؟ انا الحقيقه ما اعرفش مكانه يعني، لكن انا بعتقد ان حبيب العدل يعني يمكن ان يجي له هارت اتاك، هل بفعل فاعل او من عند ربنا او من شده التحقيقات او من الدعاء يعني، او من الدعاء عليه. لكن شده التحقيقات ايه اللي حصل من الساعه 4 للساعه 8 مساء يوم الجمعه؟ الحته اللي البوليس ساب البلد، ايه جمعه 28. تخيلك ايه اللي حصل؟ لا، هو انت عندك ايه؟ كان حد في غرفه العمليات قد قال التالي: الساعه 8 دخل غرفه العمليات خاصه في القاهره. الساعه 9 و10 جالهم حد كبير جدا قال لهم 1:30 هتروحوا بيوتكم. شويه علوه هنلمهم. الساعه 2 الظهر، الساعه 2 الظهر بلغ قائد الامن المركزي ان المتظاهرين جايين من السيده زينب وجايين من الازهر. بنتكلم على القاهره. الساعه 2:15 ابلغ قائد الامن المركزي ان معدات مقاومه الشغب زي القنابل والاشياء دي كلها خلصت. الساعه 4 خرج النداء: كل واحد ينجو بنفسه، ينجو بنفسه. ولم يصدر قرار مباشر بالانسحاب، ولكن هذا القرار اصدره فقط حبيب العدل لقياداته الكبيره اصحابه. بدا اللي عنده صابت واللي عنده كذا لغايه ما وصل للناس. انا بس عايز اقول حاجه هنا، نقطه يعني اعتقد انها قد تكون حاجه خاصه بالمستقبل في قضيه الشرطه بالذات. انا في الحقيقه مش عايز القي اللوم على كتير من ضباط الشرطه، وكتير من ضباط الشرطه دفعوا ثمنا غاليا، ده صحيح، بالك ودون ذنب. في واحد بتاع الكهرباء منتدب لسينا جرى ذبحه لا ذنب له. وفي ناس كتيره جدا دخلوا على البيوت. اكمل لك لغايه الساعه 4 كان رؤساء مباحث القاهره، اقسام القاهره، جاهزين بالبلطجيه. دي خطه كانت محطوطه. انا ما اعرفش، لكن انا بقول لك دي شهاده بالبلطجيه وبجراكل البنزين وبالسنج. لما قال له للضباط امشوا سابوا البلطجيه جنب الاقسام فحرقوا الاقسام، وهذا ما يفسر ان اقسام القاهره قد حرقت في نفس اليوم، والباقي بعد كده جت العدوى حصلت فيما بعد. ارجع اقول لك ان انت يجب ان اعاده تنظيم الشرطه لا تكفي فقط بانه توصل لحكايه انه ما فيش فلوس او في فلوس، لا. انا رايي نمره واحد يجب تفكيك وزاره الداخليه. عليك انك انت تاخد الجهاز امن الدوله ده ويستقل بذاته زي الاف بي اي او زي الاجهزه المستقله، عشان ما تلخبطش ما هو مدني على ما هو ايه سياسي. خلاص تاخده هنا وتحطه ويحاسب الاف بي اي مستقلا، يعني زي جهاز امن الدوله، زي اجهزه قوميه في العالم كله بالظبط. ويعين صاحبه بنفس المنطق القانوني من خلال الفحص البرلماني الى اخر هذا. البرلماني هو اللي يعينه طبعا، ويعينه وليس بالضروره ان يكون ضابط. لا طبعا. 2 ان كل اجهزه المرافق والخدمات الخاصه بالشرطه زي الكهرباء زي
مسطحات وكهرباء وري وبتاع. لا زي المطافي وزي الدفاع المدني، دول يجب ان يكونوا تبع الاحياء. بالظبط. يبقى اذا وزاره الداخليه هي وزاره الامن العام فقط. لان خلي بالك كل ضابط امن دوله برتبه رائد كان بيذل لواء العميد واللواء والعقيد اي طبعا. حته ثانيه. وبعدين جرى ان حبيب العدل عمل حاجتين، خلى التسجيلات بعد صلاح سلامه ما مشي، خلى التسجيلات عنده في مكتبه تتبعه هو شخصيا، لان التسجيلات دي اخطر سلاح في ايد اي حد، وهو قد ادرك تماما التسجيلات الهاتفيه يعني تسجيلات التليفونات، وهو قد ادرك تماما ان هذا السلاح قد يمكن هو استخدامه في يوم من الايام ضد من سبقه، فوضع هذا السلاح في ايده، لانه من الممكن تسريب، ممكن تسجل لابن الرئيس، تسجل حد من عائله الرئيس او له بتاع، فتسرب التسريب، وناس كتيره دفعت الثمن بحكم هذا العمل. فانا بعتقد ان دي قضيه مهمه جدا. يضاف لذلك ايه بقى؟ كانت مصر تحكم بطريقه غريبه جدا. حاجتين، واحده على مستوى الرئيس، وكان الرئيس موهوبا في خلق الصراعات بين الناس. ما فيش حد في مصر ما كانش عنده عفريت من شخص لازم يركب عليه حد، يقول لك اثنين مختلفين، اثنين مختلفين. هتجد الصحفيين واقعين مع بعض، أيوة. قضاه واقعين مع بعض، لا رئيس مجلس اداره غير رئيس التحرير، اثنين بيكرهوا بعض دايما، اثنين بيكرهوا بعض. هتجد انه في خلافات حتى على مستوى الدوائر الكبيره، مستوى حتى رجالته اللي هم موجودين، ودي كانت وسيله لوسائل الحكم لغايه جوه المكتب الرئاسي، لغايه جوه المكتب الرئاسي، وكانت في مجموعه، وربما عمر سليمان مختلف مع المشير، وده مختلف، واحمد شفيق مختلف مع داون، وده يعني ده كان جزء من ان الكل كان ياتي ليه بالمعلومات. وهي انا بعتقد الطريقه الوحيده اللي بيسمى في علم الطيران بالرادار المنخفض، اللي ما بيجيبكش، او الطيران المنخفض اللي ما بيجيبكش. النقطه الثانيه في الحقيقه هي ان انت سبت الناس بجد، سبت الناس تفسد كما تشاء. انت عملت اداره بالفساد، انت عملت اداره بالفساد، ومحدش يقول لي ان محدش كان بيعرف. ده اللي هو اتصرف انت، لا فلوسك انت من عندك. استاذ عمرو لا، كانوا بيعرفوا وكانوا بيساعدوا جدا ان تفسد، ولو ملفك فيه فساد. لا ليه؟ وانت لما واحد كبير في الحكومه يكلم واحد يقول له ما احنا عارفين انت جايبين الفلوس دي منين، ما انت اخدتها من كده. لا يا نهار اسود، انت عارف ان الراجل ده حرامي، والكلام انت بتقول له ما هو ده خدهم من ارض كذا، انت عارف. لا والكلام المنشور، لا كلام المنشور بمستندات وكلام يعني. فاذا انت سيطرت على رجالتك وسيطرت على الشخصيات العامه بما يسمى باداره الفساد. ويا ويلك لو ما عندكش قضيه فساد، يلبسوك قضيه تهمه، يلبسوك قضيه يعني يفبركوا لك قضيه لاخره. يعني دي النقطه الثالثه في الحقيقه، وهي ان انت حكمت البلد كمان بحاجتين: شريحه رفيعه قوي فوق تاخد كل حاجه، وفي النص اللي هم اللي بيشتغلوا ما ياخدوش حاجه. يعني هتجد ايه؟ 15 20 مساعد لرئيس لوزير الداخليه جدد لهم 6 7 مرات، وبياخدوا كل واحد اللي بياخد اقل واحد فيهم بياخد له نص مليون، ومدير امن مش عارف بياخد ايه. الباقي الضابط الغلبان ده بجد غلبان طبعا، كل الوظائف كده يا استاذ. وعندك انت في التلفزيون نفس الشيء، في كل الاطراف. انت ادارت البلد بهذا الامر. ينتهي هذا الامر الى ايه؟ انك قد اشعت الكراهيه، قد اشعت الانقسام، قد عملت ثقافه النميمه، وده اللي وصلنا للي احنا فيه، وهو يعني حصد اللي هو زرعه. استاذ عادل بشكرك شكرا جزيلا، وانا كمان. يعني ان شاء الله السبت الجاي برضو لو لينا عمر نكمل نبص مصر ماشيه فين. انا بس بقترح فعلا ان احنا قدام كلام مهم جدا، وانا بعتقد ان الاستاذ محمد يقدر مع حضرتك يعمله ده، وهي ايه مستقبل الدستور، شكل الحكومه، شكل البتاع ده. كلام مهم جدا. الفقره القادمه احمد الريان هيكون معانا، هيتكلم عن اشياء غريبه وعجيبه، وبعده الاستاذ ضياء رشوان والاستاذ مأمون فندي هيقولوا لنا ماذا بعد، ماذا يحدث مستقبل مصر. مره اخرى انتم على الهواء مباشره في القاهره اليوم. يعود القاهره اليوم، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. ابقوا معنا.
مين انا؟ عايز اعرف فين انا؟ لو طلتني بوسني. انا مش طايل غير اللوز. حرتي فين ايدي؟ مسرحية على الرصيف السبت 10:30 صباحا بتوقيت السعودية على قناة اليوم. انت بتتهمني في شرف يا راجل انت. ما احنا طول عمرنا انا وسكرة رايحين جايين قدام الناس، ايه اللي اتغير؟ انا خايفه عليكم انتوا الاثنين. انا بحبه بس مش كده. عايز يقلب عليكم الحكومة ويقطع عشكم. رفع راسي كده يا بنت. لو واحد فينا لازم يموت الليله. ستار يا سكاره ما توديش روحك في ده. بعد الفراق يوميا 2:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. إنهم يكرهون مجيء المرابطين. أنتم بين خيارين. الله أكبر يا ابن زيعي، الله أكبر. فإما الحروب ونكد العيش. الأمير يحتاج إلى تذكاركما بعض الأمر.